على الانتهاء، وبانتهائه تبدأ محنة البيئة مع ما خلفته يد الإنسان. مادة المرج سائل غير مرغوب فيه يتخلص منه أرباب المعاصر في الوديان دون ما إدراك لخطورته. آلاف الوحدات بإقليم تونة تقترف هذا الفعل، ما يتسبب في الإضرار بالنبات والحيوان والإنسان أيضا. بالرغم من تواتر الحملات التحسيسية إلا أن شيئا لا يبشر بإنقاذ بيئة تونات. روبورتاج سعاد زعتراوي ونجيب طاهري. هذا السائل الذي يجري بسخاء أصبح حديث المسؤولين والمهتمين بقطاع البيئة على حد سواء، والحديث يدور بإقليم تونات. الإقليم يتوفر على 3000 معصرة تقليدية و43 وحدة عصرية وشبه عصرية. موسم عصر الزيتون بالإقليم شارف على الانتهاء، لكن تبعات ظاهرة تولد مع كل موسم ما زالت في أوجها، ظاهرة مادة المرج المسببة للتلوث. سألنا صاحب هذه المعصرة هل يعرف مضار مادة المرج أم لا؟ حنا ما عندناش فكره عليه، يعني كيضر ولا ما كيضرش، وفعلا ما كيضرش. يعني ما كيمشيش شي بلاصه اللي غيضر فيها شي حاجه، مثلا شجار ولا زرع ديال الناس ولا ارض ولا كذا، ما كيمشيش. لان المرج عندنا قريب، يمشي واحد المسافه قريبه ماشي بزاف، واحد 30 متر ولا 40 متر على الرحاف، يمشي في البلاد ديالنا، ما كيلوث حتى شي حاجه يعني اللي غتضر. الجهل إذن بمضار مادة المرج هو الذي جعل جميع وديان وسدود إقليم تونات ملوثة، علما أن إقليم تونات يتوفر على 7 سدود و5 بحيرات تلية، أو بتعبير أدق ثلث الخزان المائي للمغرب يتواجد على تراب تونات. بالنسبة لهذه النقطة هذه بالضبط، بحال دابا مثلا سد الوحدة عنده واحد الطاقة كبيرة، يعني تقريبا 3 مليار و712 مليون متر مكعب. وهذا إلا كان شي تأثير كيكون على المدى المتوسط، بالعكس اللي كنشوفوه بالنسبة للواد. مثلا الواد ورغاق تمت ملاحظة بموت الأسماك نظرا لأن مادة المرج كتاخذ الأكسجين اللي كيكون في الماء، وهذوك الكائنات الحيه اللي تيكونوا في الماء ما يمكن لهم كيموتوا. أمام هذا الموت المحقق لكل مكونات البيئة، السلطة الإقليمية وباقي المصالح المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني بتونات حاولوا تدارك الوضع من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير بعد الاجتماعات التحسيسية مع أرباب المعاصر من أجل التقيد بالقوانين المنظمة للمجال البيئي. واللي نذكروا منها هو العدد ديال الانذارات اللي توجهت للمخالفين، واللي العدد ديالها هو 16 مخالفه، واستصدار 7 ديال قرارات الاغلاق في حق الوحدات اللي ما كتوفرش فيها الشروط الصحيه والبيئيه والسلامه البيئيه. لمعرفة مكونات مادة المرج وما تسببه من تلوث في البيئة، قصدنا مختبر البيوتكنولوجيا بكلية العلوم بفاس. ولا التاثير السلبي ديال المرج على البيئه، وهو ما ننساوش بان المرج فيه تقريبا نسبه 3 حتى 4% ديال الزيت. دونك بداك المرج اللي كنسيبوه في الواد كيجعل تلقى داك الزيت على سطح الماء، وبالتالي الاكسجين ما يمكنلوش يدخل للماء، فهمتي، والنباتات ولا الحيوانات كالحوت كيمكن لهم يموتوا لان ما كيوصلهمش الاكسجين الكافي باش يعيشوا. دونك الا كان الانسان ولا البهائم، الانسان كيشرب منه ولا كيغتسل منه ولا البهائم كيشربوا منه، غادي يضر بالصحه ديالو. وكحل لهذه المشكلة البيئية أحدثت صهاريج لتخزين مادة المرج حتى تتبخر بفعل الشمس، حل حسب مختبر البيوتكنولوجيا ترقيعي وليس جذريا. ومباشرة من فاس تنضم إلينا رئيس